السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله وجبة عشاء تحفة سهلة ولذيذة ومقاديرها مفيش أبسط منها. زي ما حضراتكم شايفين في طاسة على النار حطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت النباتي، نزلت عليهم بصدرين متقطعين بشكل طولي كده مش مكعبات من الفراخ، صدرين بس من بتوع الفراخ قطعتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، خليت طبعا من العظم وقطعته بالشكل الطولي ده على رفيع. هبتدي اشوح الفراخ بتاعتي في الزيت لغايه ما لونها يتغير وتبتدي تدخل في السوا بتاعها. الفراخ من الحاجات اللي متاخدش وقت خالص في التسويه بتاعتها زي ما احنا عارفين، غير اللحمه تماما. اوعدكم النهارده بوجبه عشاء تحفه وتنفع كمان وجبه غدا جدا، لان فيها فراخ اقتصاديه سهله، طريقتها كمان سهله ومبسطه جدا، لكن طعمها وشكلها ملوش حل. زي ما حضراتكم شايفين الفراخ ابتدت تنزل ميتها وبتبتدي كمان تتشرب ميتها تاني. شايفين الصوص الابيض اللي نزل منها ده دليل على ان هي هتبتدي تشرب الميه دي تاني. ما بستنيش ان هي تشرب ميتها، بكون جايبه معايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر وكمان بصل، وكلهم متقطعين بنفس تقطيعه الفراخ. هنزل بالطريقه دي بيهم كلهم على الفراخ وابتدي اقلب مع بعض. هتلاقوا بعد شويه ان الفلفل بتاعي والبصل ابتدى يتشرب من الصوص اللي نازل من الفراخ. شايفين القاع بتاع الطاسه ابتدى يبان خالص، وده اللي انا عايزاه علشان الفلفل والبصل ياخدوا من طعم الفراخ ويبقى الطعم غني قوي. هشوح الكلام ده كويس قوي مع بعض ومش هغير لون الفراخ، انا بس هتاكد ان الفلفل بتاعي والبصل دبل شويه ودخل في استوى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين القاع نضيف تماما ازاي وتشرب كل الصوص. ابتدي بقى ابهر، طبعا بكون طفيت النار دلوقتي. ملح، بهارات فراخ، نحط كلها معالق صغيره، كمان قرفه نحط بس من القرفه اللي رشه بسيطه قوي ما نكترش، وفلفل اسود. شايفين الطريقه سهله وبسيطه، وكمان حطينا التوابل في الاخر عشان تحتفظ بريحتها الحلوه وتفضل طعمها موجود في الفراخ بتاعتنا. دي اول خطوه معانا في وجبه العشاء النهارده. اديها خلاص خلصت، هسيبها بقى على جنب واحطها طبعا في طبق واسيبها تبرد خالص. تمام، نيجي بقى للخطوه التانية في الوجبه بتاعتنا النهارده، وهنعمل فطاير من الكريب سهله واقتصاديه، مفيش اسهل من كده. بنجيب بوله بنحط فيها كوبايتين من الميه، ميه من الحنفيه عاديه جدا، بنحط فيها نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من السكر، وهنحط كمان معلقتين كبار من الزيت النباتي، ونقلب كل المكونات دي مع بعض. شايفين السهوله؟ مش هحط بيض، مش هحط لبن، وهتطلع احلى فطاير كريب ممكن تدوقوها في حياتكم. هقلب الكلام ده كويس قوي مع بعض، واتاكد ان الملح والسكر داب كده مع الميه والزيت. هنزل بكوبايتين من الدقيق على الخليط بالشكل ده. وعايزه اقول لحضراتكم ملحوظه، طبعا زي ما احنا دايما متفقين ان كل دقيق ممكن يختلف من نوع لنوع تاني، فممكن تحتاجوا ميه ازيد او اقل، مفيش اي مشكله. بمعنى انا حطيت كوبايتين من الدقيق وكوبايتين من الميه، لو حسيت ان الخليط بتاعي سميك شويه ممكن اضيف له معلقه او معلقتين من الميه، وده فعلا اللي حصل معايا. لو الدقيق بتاع حضراتكم اتشرب كميه الميه ولقيتوا القوام بتاع الكريب مظبوط، خلاص ما زودوش ميه، ايديكم ميزانكم. قلبت كويس قوي، وانا لا بضربه في خلاط ولا بصفيه ولا حاجه، انا بفضل اضرب بالويسك لغايه ما اتاكد ان هو مفيش اي تكتلات منه. زي ما حضراتكم شايفين هنا ضفت حوالي معلقتين كده كبار من الميه، لقيت القوام تمام، فخلاص كده تمام قوي. يبقى اتفقنا ممكن نحتاج اكتر من كوبايتين من الميه حسب نوع الدقيق. بتقلبوا بتشوفوا القوام اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي حالا. شايفين القوام عامل ازاي؟ باين جدا اهو. بجيب طاسه، ودي الطريقه الاسهل في تشكيل الكريب، ما بحطش الطاسه على النار، بشكل على البارد، علشان لما بتحطه على النار الكريبايه بتمسك في نص الطاسه وما بتلحقيش تشكليها وتوزعيها كويس. اما كده بتتوزع معاكي بمنتهى السهوله وبتطلع بشكل دائري حلو قوي. دهنتها دهنه بسيطه جدا من الزيت، وهنزل فيه الطاسه بكبشه وحوالي نص كمان من الكريب او من عجينه الكريب، وابتدي اوزع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واهز الصينيه كده كويس قوي لغايه ما اتاكد، او الطاسه يعني، لغايه ما اتاكد انها خدت كل القاع بتاع الطاسه. في الوقت ده برفعها على نار متوسطه، وبعد شويه اوطي النار خالص.
شايفين حضراتكم الفقاعات باينه ازاي؟ شايفين كمان اللون هتلاقوه بعد شويه بيختلف، في لون هتلاقوه ابيض ولون اصفر، ده دليل على ان عجينه الكريب بتاعتك ناجحه ومظبوطه. وبقلبها على الناحيه التانية تاخد لون ذهبي خفيف زي ما حضراتكم شايفين، لا نشفت ولا اتقطعت ولا اي شيء. شايفين دي واحده كمان، دي اول واحده، اسفه هنعمل واحده كمان مع بعض. طبعا بين كل مره والتانيه بنشيل الاجزاء اللي وقعت مننا من الكريب، يا اما بمنديل ورق يا اما بالفرشه. وانا بدهن كده بالفرشه بتاعه الزيت، بدهن دهن الزيت تانية طبعا، بشيل اي اجزاء وقعت من الكريبايه الاولى عشان ما تتحرقش وتبوظ لي باقي الكريب. هنزل بنفس الكميه. انا في الوقت ده بطفي النار يا اما بشيل الطاسه من على النار، براحتكم جدا. بصوا انا طافيه النار تماما دلوقتي زي ما اتفقنا عشان يبقى التشكيل اسهل. بهز بقى الطاسه حلوه قوي كده لغايه ما اتاكد ان اخدت كل الشكل بتاع الطاسه والكريبايه بتاعتي تكون مظبوطه. بنفس الطريقه هسيبها على نار متوسطه واوطي النار، وتكون النار اوطى كمان من اول مره لان الطاسه بتاعتنا في الوقت ده بتكون سخنه جدا. شايفين اخدت لون ذهبي جميل ازاي؟ كنت انا عملت كذا واحده قبلها اهي. شايفين كمان بتنزل من الطاسه بمنتهى السهوله، مفيش اسهل من كده، ولا لزقت ولا يراق. خلاص بقى كل الكميه وبعدين نشوف هنعمل ايه. ادي كل وحدات الكريب بتاعتي، شايفين الطراوه بتاعه الفطيره عامله ازاي؟ كمان شفافه خالص ورقيقه. الحشوه بتاعتي بردت، حطيتها في طبق وجبت شويه من الجبنه الموتزاريلا، وانا كنت عامله قبل التصوير شويه تاني من الكريب عشان تقضي معاه واعمل كميه كويسه. الكوبايتين دي عملوا الكميه اللي قدام حضراتكم دي. اما الطبق اللي انا وريته لكم دي كميه انا كنت عاملاها قبل التصوير، دي مش كل الكميه اللي طلعت من كوبايتين الدقيق. اخد واحده من وحدات الكريب بالشكل ده. شايفين الطراوه بتاعتها؟ انا بوريكم قد ايه هي متماسكه وفي نفس الوقت طريه وحلوه، تتاكل حاف بصراحه لوحدها. وبحط شويه من الحشوه الجميله بتاعتي دي. الحشوه عايزه اقول لكم ريحتها تجنن وطعمها تحفه. وببتدي الف رول بالشكل ده، بضغط لجوه عشان الحشوه تدخل كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بمنتهى السهوله بتتلف معايا. اجيب بقى صينيه بايركس او اي صينيه انتوا حابينها وابتدي احط فيها وحده الكريب اللي احنا لفيناها بالشكل ده، بس اكون دهناها دهنه بسيطه كده من الزيت بالفرشه. قد ايه الوجبه دي الولاد هيحبوها جدا، والكبار اكيد، بس الولاد هيحبوها اكتر. وفي نفس الوقت دخلنا لهم الفراخ ودخلنا لهم الخضار، وحطوا بقى اللي انتوا عايزينه وغيروا في الحشوه براحتكم جدا. ناخد واحده كمان نعملها مع بعض والباقي انا هكمله لوحدي. بصوا الجزء المتحمر قوي بخليه على الوش، والجزء اللي مش متحمر قوي بخليه جوه. اوزع كده حشوتي وكتروا او قللوا براحتكم جدا. وزي ما اتفقنا ممكن جدا تغيروا اللي انا عاملاه بالحشوه. انا حاطه فراخ مكعبات فراخ من الصدور، ممكن تحطوا لحمه مفرومه، تحطوا خضار، بس تحطوا جبنه براحتكم جدا اهي بالشكل ده. وارصها جنب اختها في الصينيه. خلاص كل الكميه بقى بنفس الشكل اللي وريته لحضراتكم ده. شايفين ادي كل الكميه اللي طلعت معايا من كوبايتين دي. وزي ما اتفقنا انا كنت عامله كوبايتين قبلها عشان انا عامله صينيه كبيره، لكن حضراتكم تقدروا تكتفوا بكوبايتين بس او تكتروا تقللوا براحتكم جدا. بحط هنا بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا على الوش. نقدر كمان نحط ميكس جبن، نحط جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا معاهم براحتكم جدا. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ حلو قوي. اوزع حلو بقى، وكتروا الجبنه او قللوها براحتكم جدا زي ما انتوا عايزين. خلاص بدخلها بقى الفرن، بتاخد حوالي 10 دقايق او ربع ساعه بس تاخد لون من تحت، وكمان احطها تحت الشوايه الجبنه تسيح وتاخد لون لطيف جدا من فوق، ونرجع نقدمها مع بعض. وادي صينيه وجبه العشاء بتاعتي. شايفين الشكل والجمال؟ جبت وحدات كده من الفلفل الرومي الاخضر وابتديت احطهم بس للتزيين وكسر اللون مش اكتر. ببتدي اطلع لكم بقى واحده دلوقتي، هي سخنه جدا عايزه اقول لكم، طبعا الدخانه باينه اهي. هقطع بقى كده علشان الجبنه طبعا لزقت في بعضها. بصوا الجمال. وافتح لحضراتكم واحده عشان تشوفوها من جوه. حقيقي ساندوتش غني جدا، طعمه تحفه ولذيذ، وتغيير عن الكريب المعتاد في الطاسه وبنحمره وناكله على طول. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا يا جماعه صدقوني. زي ما اتفقنا غيروا في الحشوات براحتكم جدا. ضيفوا خضار زياده للولاد، ضيفوا اي نوع تانية من اللحوم، ضيفوا جبن، بس زي ما انتوا عايزين، ولكن الاساس انا وريته لحضراتكم. اتمنى وجبه العشاء النهارده او وجبه الغداء تعجب حضراتكم. لو عجبتكم اوعوا تبخلوا عليا، اضغطوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا لكم والسلام عليكم.